نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم كبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه حسني، وكابتن بلال. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن. مبروك، انت قلتها سبقت بقى. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى الفوز، وان شاء الله نتمنى دايما كده ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في كل المرات اللي جايه في افريقيا يفوز فيها ويقدم مردود جميل. كابتن ايمن، كنت معاك في بدايه قبل المباراه، كنا اتكلمنا على الحكم الغاني بوبو تراوري. كابتن اسامه هو حكم دولي كابتن شريف من 2014، 9 سنين دولي، عنده 43 سنه. وانا قلت عنده مشكله من الناحيه الفنيه وعنده فنان قليل قوي قوي قوي. نتيجه المباراه النهارده كابتن عادل غطت على اخطاء كتيره جدا للحكم، اخطاء مهمه واخطاء مؤثره. النهارده 3-0 غطت على الاخطاء التحكيميه النهارده اللي موجوده لهذا الحكم اللي كان المفروض على الاقل 9 سنين دولي، على الاقل كاس عالم حتى ولو مره، ولكن هو اداء فني متواضع جدا جدا. وانا يمكن جايب اول حالتين يا كابتن ايمن هنشوفهم هنستغرب قوي، لان الاخطاء التحكيميه النهارده لم يبقى فيه اللاعب رقم 3 اللي هو جونيثان الحكم. بص يا كابتن، هنا في وتر اكيلس، دي حاله من الحالات المهمه جدا. ستارز رايح، المخالفه موجوده، انت متخيل ان المخالفه ديت لم تحتسب، تمام، او لما صفر ادى بطاقه صفر. ده احنا بنقول عليه لعب عنيف يا كابتن اسامه. لو النهارده الفار موجود، ودي برضك مشكله، عدم وجود تقنيه الفار. لو النهارده الفار موجود كان هيستدعي الحكم كابتن شريف، ودي بطاقه حمراء لم تشهر لجونيثان. بطاقه حمراء طبعا يا كابتن. هنا بنتكلم على ستارز رايح فين؟ رايح في المنطقه اللي هي فوق الحذاء، واحنا قلنا دايما الستارز هنا في وتر اكيلس. دي الحاله الاولى اللي معانا ان هنا بطاقه حمراء. تعال بص الحاله اللي بعد كده، نشوف الحاله اللي هنا اللي بعد كده اللي جاي. هنا طاهر، كابتن اسامه ايه رايك فيها؟ القدم مفروده نادي يعني دي الحالات اللي ما فيش فيها كابتن اسامه، ما فيش فيها فصال. صح، حتى لو الفار مش معاك مش موجود، انت في الملعب المفروض تشوف تفاصيلها. هنا الدخول بهذا الشكل فوق الحذاء، وقلنا ان فوق الحذاء مش محمي. عارف يا كابتن اسامه؟ لو عارف المفاجاه ايه بقى؟ ان الكره دي اتحسبت على طاهر. هي دي بقى اللي انا قصدي اقول ان هنا خطا عكسي كمان. وده دليل يا كابتن شريف على الكلام اللي هنقوله، فنيا ضعيف جدا جدا. دي الحالات اللي هي يمكن بطاقتين، يعني حمراء لرقم 3 ولرقم 14 اللي هو مامادو، لم تشهر في هذه المباراه. ده بالك لو في فار يا كابتن واستدعوه حاسب الفاول عكسي. لا كابتن، حتى لو يعني حاسب كابتن، وكانوا هيجيبوه، يعني حسبوا عكسي وكانوا هيجيبوه كابتن. هنا الفار بيتدخل في البطاقه الحمراء مباشره، ودي من ضمن الحالات اللي هي بطاقه حمراء. الفار كان هيطلع الحكم. الفار ده قال لك بلال، قال لك الفار كان ممكن يطرد الحكم. احنا بنشوف العجب. اداء الحكم طبعا مش هو ده مردود يا كابتن ايمن. انا جايب بس حالتين انت قايل لي عليه قبل الماتش، وقبل الماتش احنا قلنا بامانه يعني